صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل وصفه سهله جدا وبسيطه، مش هتشتريها تاني من بره وبمكونات بسيطه. بس تابعيني بلايك ويلا نشوف هنعمل وصفتنا ازاي. اول حاجه اجيب عندي بوله. النهارده هنحضر وصفه الكاسترد في البيت، مش هنشتري الجاهز تاني تماما. اول حاجه عندي كوبايه من النشا، دي نشا الذره العاديه. كمان هستخدم عندي 2 باكت من الفانيليا، ممكن تضاعفي الكمية عادي جدا زي ما انتي حابة. انا هضيف هنا ال2 باكت عشان انا بحب ريحة الفانيليا تكون طاغية في الكاسترد. تمام. المكون بقى السحري اللي هيديني اللون اللي انا عايزاه وهو بودرة الزعفران. دي بتكون متوفرة عند اي حد بيبيع مستلزمات حلويات او عند اي عطار. هضيف عندي حوالي ربع معلقة كبيرة كده بالشكل ده. تمام. وهبدأ اقلب المكونات مع بعضها، دي اللي هتديني اللون اللي انتوا بتشوفوه في الكاسترد. شايفين بقى اللون عامل ازاي؟ مش عارفة هو واضح في الكاميرا ولا ايه. بصوا اللون، يعني انا مش عارفة هو مش واضح قوي، بس هيبان معانا لما نعمل الكاسترد بتاعنا. طبعا الكاسترد من الحاجات المحببة جدا في وصفات الكنافة في رمضان، كل سنة وانتوا طيبين. وممكن تعملوه كده لو انتوا بتحبوه. بعمل الكمية اللي انا عايزاها وبحفظها في اي برطمان يكون ناشف كده بالشكل ده، وبحتفظ بيها عندي لوقت الاستخدام. وبكده احنا عملنا وصفة الكاسترد. وده كان طبعا طلب متابعة عندي، هي اللي طلبت مني ان انا اعمل بودرة الكاسترد، وده حصري عندنا وبس. ممكن تعملوا الكمية اللي انتوا حابينها وتضاعفوا المقدار، مفيش مشكلة. تعالوا بقى نجرب بودرة الكاسترد بتاعتنا ونشوف شكلها ازاي. هجيب عندي حلة وهضيف فيها كوباية من الحليب. السكر بقى حسب الرغبة، شوفوا انتوا بتحبوا ايه وضيفوا. انا هضيف هنا معلقتين كبار كده من السكر، او ممكن اضيف كمان نص معلقة لو حابينه مسكر، او زي ما انتوا بتحبوا. السكر هنا حسب الرغبة. هبتدي ادوب السكر كده بالشكل ده، كل ده على البارد. الحليب بتاعي بارد تماما. هبتدي بقى اضيف عندي معلقتين كبار كده هونيين من الكاسترد بالشكل ده. بصوا بقى، يعني شايفين بقى اللون اول ما ضفت الكاسترد بتاعي؟ ما شاء الله اللهم بارك، يعني النتيجة قمر جدا. يعني لو مش حابين اللون يكون كده ممكن تقللوا الزعفران، بس ده لون الكاسترد الطبيعي اللي بنشوفه طبعا في الكاسترد الجاهز. وبكده يبقى وفرنا الكاسترد الجاهز اللي بنشتريه وعملناه في البيت بمكونات سهله وبسيطه. هاخد بقى المكونات دي وارفعها عندي على النار وتعالوا نشوف شكل. هفضل اقلب بقى بالشكل ده كده لحد لما الكاسترد بتاعي يوصل لمرحله الغليان او يتماسك معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اظن مفيش اسهل ولا ابسط من كده. عملنا بودره الكاسترد بكل سهوله وبساطه. كل اللي انا طالباه منكم انكم ترفعوا الفيديو ده بلايك، علشان انا متاكده ان الوصفه دي ناس كتير هتاخدها. فيا ريت تقدروا ان الوصفه سهله وبسيطه، وتحطوا لي لايك وتدعموني ان انا استمر معاكم بالوصفات. وان شاء الله الفتره الجايه هنزل لكم وصفات كتير هتنفعكم جدا في رمضان ان شاء الله. بس ما تنسونيش بكومنتاتكم الجميله ولايكاتكم اللي بتسعدني وبتخليني استمر معاكم بنشر كل جديد. طبعا ايديكي مش هتسيب الكاسترد علشان ما يحصلش فيه اي تكتلات. هنفضل نقلب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا بقى، يعني الكاسترد بتاعي تقل معايا بالشكل ده. زي ما قلتلك ايديكي في التقليب مستمرة علشان ما يكتلش معاكي، وده بيكون الشكل في النهاية زي ما انتوا شايفين كده.
وده شكل الكاسترد بتاعنا بعد لما جهز معانا. شايفين بقى الجمال؟ بجد تحفة جدا يا جماعة، لازم تجربوه. تعالوا بقى نفضي الكاسترد بتاعنا في الكاسات او اكواب التقديم. وده بيكون شكلها. انا بحب اقدمها كمان مع رشه من جوز الهند والزبيب، ممكن تقدموها بالطريقه المفضله ليكم. شايفين بقى لونه تحفه جدا، ريحته احلى بكتير من الجاهز، وطعمه تحفه جدا. جربوه، متاكده ان هو هيعجبكم. وما تنسونوش بلايك وشير واشتراك في القناه. بصوا بقى الجمال. انا مش عارفه اقول لكم يعني الحقيقه الصوره مش مبينه اللون، يعني مش عارفه ليه. يعني حقيقي الاضاءه ظلمه جدا، يعني اللون تحفه بجد. انا مش عارفه يعني اجيبه لكم ازاي. اللون فعلا مظلوم في الاضاءه، طبعا الاضاءه عامله فيه جدا، بس عايزه اقول لكم ان هو بجد تحفه. التصوير ظالم اللون فعلا. بصراحه بحاول اغير لكم في الاضاءه علشان تشوفوا قد ايه اللون تحفه وجميل بجد. اللون انا مبهوره يا جماعه من النتيجه. بصوا الجمال، بصوا قد ايه تحفه. يعني انا مش عارفه اقول لكم ايه الروعه دي. طعم بجد ينافس الجاهز واحلى كمان. جربوه ومتاكده انها تعجبكم جدا. ما تنسونيش بلايك واشتراك في القناه، واشوفكم في وصفه جديده وفيديو جديد. باي باي.